الغاليين أهل مصر، أهلا بيكم في حلقتنا النهارده. الإعلام، إيه هو الإعلام؟ الإعلام هو مرآة الحقيقة. الإعلام هو إن أنا أظهر لشعبي بواطن الأمور وأشرح سياسات الدولة الخارجية والداخلية. الإعلام مش إن أنا أجري ورا الترند. الإعلام إن أنا أقول الحقيقة. الإعلام إن أنا أعظم قيمة وطني، مش أضرب في وطني. إحنا اتعلمنا كده، ولكن النهارده للأسف إن ما نلاقي كوادر الإعلام المصري بدل ما يستضيف خبير أو عالم أو دكتور أو الناس اللي ناجحة في كافة المجالات، بيستضيف واحدة بتقرا الكف وتشوف فنجان. هو النهارده بقى ده المسار اللي يمشي عليه؟ إن أنا أجيب واحدة تنجم اللي هيحصل بكرة إيه؟ أنا ليه بقول لحضرتك كده؟ لأن الأسبوع اللي فات ده في حدثين حصلوا في مصر. طبعا الحدثين بعاد عن بعض قوي، ولكن للأسف إن واحد فيهم خد ضجة إعلامية غير عادية، وهو إن في شيف براك ولا وراك ده مش عارف اسمه إيه بتاع تركيا، جه فتح مطعم هنا. ياه على كم الفيديوهات اللي موجودة على السوشيال ميديا، ويا على كم الدعاية اللي اتعملت، ويا على كم الفنانين والنجوم اللي راحوا المحل عشان يتباركوا بوراك. قصده بوراك ده ولا ايه؟ معلش انا فلاح معرفش في الحاجات دي. ولكن في نفس الوقت أعيد افتتاح شركة النصر للسيارات اللي اتصفت في 2009، وحط تحت كلمة اتصفت في 2009 20 خط، عشان بتوع ايه واليوم من ايامك يا ابو علاء يعرفوا ان اللي باع القطاع العام ابو علاء، واللي بيرجع القطاع العام النهارده حكومتنا ورئيسنا. اللي بيرجع القطاع العام اللي اتباع حكومتنا وسياستنا الرشيده النهارده. انا النهارده لما يبقى في اسبوع واحد افتتاح اكبر مصنع لصناعه السيارات كان في الشرق الاوسط، والنهارده ان شاء الله بينافس عالميا، ما ادلوش الضجه الاعلاميه اللي اديتها المطعم اتفتح في مصر. طيب انا بشوف الواقع ده بطريقه مختلفه. انا بقول لك ان المطعم اللي اتفتح في مصر ده انا شايفه ده ظاهره صحيه مش سلبيه، لان الراجل ده جاي من تركيا، دي دوله الخلافه اللي انت كنت بتبص لها على اساس ان دي إيه يعني ده العظمه كلها. العظمه كلها ساب بلده وجاي يفتح عندك، ما راحش فتح في اوروبا، جه فتح في مصر. ده ليه؟ لان انت عندك قدره شرائيه غير عاديه، مع ارتفاع الاسعار اللي موجود انت عندك قدره شرائيه غير عاديه في كافه المستويات وعلى كافه الطبقات. الحاجة التانية انت النهارده عندك امن وامان وعندك سوق وعندك من المعطيات للاستثمار اللي موجوده راس المال جبان. انت لو مش عندك الامن والامان والمحافظه على المال مش هيجي لك. فالراجل ده كون ان هو يجي يفتح هنا يعني معناها ان انت النهارده نمره واحد في الشرق الاوسط في الاستثمار. طيب اسيب بقى الموضوع ده كده على جنب واجي لقمه النضج الصناعي والاستثماري اللي حصل في اعاده افتتاح شركه النصر. على فكره اعاده افتتاح شركه النصر ده واحد من سلسله افتتاحات ان شاء الله في خلال 5 6 شهور الشعب المصري كله يفاجئ بيه. يعني احنا عندنا غزل المحله خلاص قرب على الافتتاح، عندنا شركه قها وادفينا قربوا على الافتتاح، واكم والمسبوكات، وعندنا الالمونيا، عندنا اكتر من حاجه صرح صناعي اتقفلوا واتصفوا راجعين يفتتحوا تاني وبقوه وبشراسه وبمنافسه عالميه. بس النهارده بقى انا واجبي كمصري ايه؟ انت النهارده رحت كلت في المطعم عند وراك افندي وقعدت اتفرجت على الطشه والبشه والكلام ده. طب النهارده النصر السيارات ما ياخدش من وقتك 10 دقايق وتعمل له دعايه يا نجم؟ ولا هي البلد دي ملهاش حق عليك؟ النهارده النجوم بتوعنا اللي بيروحوا يعملوا في المطاعم شو اعلامي وبياكلوا هناك، الراجل باع ب 22 مليون في اسبوع. انت مش هين عليك تعمل دعايه 3 دقايق لمصنع من العمالقه عود افتتاحه؟ يا جماعه احنا مصريين، حبوا البلد دي شويه، مش كده ولا ايه؟